السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأهلاوية في كل مكان، أعزائي الأهلاوية في كل بيت. الواحد بجد مبقاش مستحمل أو عنده باور للي بيحصل دوت، وإنه يقعد 90 دقيقة كده متوتر ومش عارف يعمل إيه ومش عارف الدنيا هتمشي إزاي. أو يعني أنا أول مرة أبقى قاعد شايف إن الفوز صعب، قاعد حاسس إن مفيش هدف جاي. عارف انت نوعيه الماتشات اللي لما بتتفرج عليها دمك بيتحرق على 20 30 فرصه تضيع، وفي الاخر هوب تلبس جون من كوره هبله ملهاش اي لازمه في اخر دقيقتين، ولا في اخر 3 دقايق تلاقي نفسك هوب يعني كسبت او لبست جون مش عارف تعوض. هي دي الماتشات اللي احنا بنحاول نهرب من السيناريو بتاعها. المهم كان نفسي اقول حاجه احلى من كده واقول لكم مبروك الفوز والثلاث نقط وبتاع، بس النادي الاهلي والمباراة الرابعة على التوالي لغزل المحلة، ولا بيسجل ولا بيصنع ولا بيستقبل ولا بيفوز ولا بيعمل اي حاجة في حياته غير انه بيتعادل سلبي 0-0. ماتش صعب جدا، ماتش كان فيه سوء حظ ونحس غريب جدا، مفيش توفيق والكرة مش ماشية، ما تعرفش فيه ايه، ما تفهمش فيه ايه. يعني لو ابتدينا نتكلم عن تشكيل الماتش النهارده اعتقد ان هو تشكيل مش وحش، يعني في ظل الغيابات الموجودة بنسبة 90% هو ماتش تشكيل حلو. حاجه واحده بس، تريزيجيه اللي طول الماتش بيحاول يقول لريبيرو انا ما بلعبش جناح يمين، يعني مش حطني في اي حته تانيه في الملعب، انا ما بلعبش جناح يمين. تريزيجيه طول الماتش جناح يمين، ما فيش تريزيجيه اصلا، ولا بيظهر ولا الهوا. عايز اقول لك بقى على حاجه، النهارده واحنا بنتفرج على ريبيرو، الراجل لغايه دلوقتي احنا مش شايفين يعني ميزه لريبيرو، يعني مش شايف حاجه تميزه. وهو مش من نوعيه المدربين اللي بيحب الحماس والتنطيط والزعيق وبتاع وبيحرك اللعيبه وبتاع. هو مش هو دي شخصيه ريبيرو. هو عايز لعيبه بتفهم، لعيبه مركزه طول 90 دقيقه عشان ينفذوا التعليمات بتاعته في ارض الملعب. مش عايز اللعيبه اللي لازم تمشي بالزعيق وبالنرفزه زي مدرب بيراميدز كده. فهو راجل تحس انه ما بيعملش اي حاجه وهو واقف على الخط. الميزه الوحيده في ظل وجود ريبيرو ان هو يعني لما بيسمع من الناس او بيسمع لاعتراض الجمهور مثلا او اعتراض عامه على لاعب، بينفذ الكلام ده كله. ما تفهمش بقى هو ماشي على هوا الجماهير، ولا هو ماشي على هواه هو، ولا هو في تشكيل معين بيحاول يوصل ليه، ما تفهمش. نيجي نتفرج على الشوط الاول، طبيعي في وسط ان مفيش اي شغل تكتيكي خالص. الشوط الاول زي ما ابتدى زي ما انتهى. تريزيجيه زي ما رن الجرس في اول الشوط زي ما نهى الجرس او ضرب الجرس في نهايه الشوط الاول. بص، هو تقريبا كده ريبيرو معظم شغله طول الشوط الاول حاجه واحده بس، هو نقطه ان الكره لما تكون مع اللعيب بتاعنا لازم تتلعب كره طويله جوه منطقه الجزاء. غير كده ما شفتش حاجه كده، والكره دي اتلعبت في الشوط الاول حوالي 15 20 مره تقريبا. مفيش ورا كوره منهم قدرنا ان احنا نعمل منها هجمه خطيره. لو جيت بصيت على الشوط الاول هتلاقي كل اللي احنا عملناه كوره تريزيجيه اللي كانت في اول 5 دقائق من عمر الماتش، اللي سددها من على حدود منطقه الجزاء لما ساب الطرف اليمين ودخل قلب الجزاء، وراحت الكوره من جنب عامر كده ايه معديه من جنبي. الكوره الثانيه اللي عملها زيزو، ودي الكوره برده كانت حايره طايره كده، وقعت من جراديشار نزلت قدام زيزو، فزيزو حب يجود فيها ايه، فحب يلعبها لوب، فالكرة عليت جدا جدا فوق المرمى وجودت منه قوي وراحت منه بعيد خالص. بس ده ما يمنعش ان زيزو طول الماتش تقريبا كان هو اكتر لاعب في ارض الملعب مجتهد. ونوصل للشوط الثاني نلاقي ان الكوره الوحيده اللي يعتبر في كوره خطيره عملناها كوره تريزيجيه، اللي برده لما دخل لقلب الملعب عارف يعمل منها حاجه. هو مش عارف يعمل حاجه غير في مركزه، يعني انت حاطه في مكان مش مكانه، ولما بينزل في قلب الملعب بيحاول يعمل اللي عليه. يعني ريبيرو طول ال 45 دقيقه ما ظهرش، ما سالش نفسه ليه الاهلي ما ظهرش بشكل حلو. مفيش التناغم والانسجام اللي كان بيحصل خلال الماتش اللي فات. بن شرقي معزول، ناس تقول لك اناني، لا هو بن شرقي مش اناني، هو بن شرقي مفيش حد جنبه. التركايه اللي كان نفسي ريبيرو ياخد باله منها طول الشوط، ان علاء عبد العال راجل خبره برضو، ما يعني يسيبك من اللعب الدفاعي اللي هو العقيم اللي هو كان بيلعب بيه، وسيبك ان هو بيدافع عن الملعب وكانه بيدافع عن خط بارليف، انا مش فاهم في ايه. لكن الراجل عمل حاجه حلوه قوي،
نده للواد اللي اسمه توريه موري، ما بيعملش حاجه في اي حاجه في اي مكان في الماتش غير انه بيكسر في محمد علي بن رمضان وبينرفز فيه وبيحاول يخرجه عن تركيزه. بس بصراحه علاء عبد العال عمل الدنيا معاه، خلى الواد الايفواري صاحب ال 22 سنه ده اكمنياته الجسمانيه اقوى من محمد علي بن رمضان، فرهد محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان النهارده بيجي يستلم الكوره بيلاقي ده دخل فيه، يلاقي ده خابط فيه من هنا، خابط فيه كتف، مديله خرج محمد علي بن رمضان عن التركيز خالص، وشد من الشورت وشد من التيشيرت وبتاع ومش عارف ايه. فده خلى محمد علي بن رمضان متلجم طول الماتش. قلب الملعب النابض عندك اللي بيتحرك ما بين الخطوط، وخاصة الجبهة الشمال اللي انت الجبهة الوحيدة بتعتمد عليها هجوميا من ناحية تريزيجيه والناحية التانية مش شغالة. الجبهة دي عامل الربط اللي معمول فيها مع محمد علي بن رمضان مش موجود. يعني محمد علي بن رمضان مش عارف يعمل ربط مع الخطوط دي من كتر ما الواد مخرجه عن تركيزه. شوط اول كامل وكأن في مدير فني قاعد بره مش قاري الجيم ولا واخد باله من اللي بيحصل. عشان كده خلص الشوط الاول باجتهادات فرديه من اللعيبه وما قدرناش نعمل اي حاجه. الشوط الثاني بقى ايه؟ شوط مدربين بقى، المفروض ان هو شوط اول شوط لاعبين وشوط الثاني شوط لاعبين، فالمفروض نشوف شغل بقى، شغل مدربين. اول حاجه عملها بسم الله الرحمن الرحيم كده بدايه القصيده كفر، قام مخرج عمر كمال عبد الواحد وقام منزل احمد نبيل كوكا. يعني مفيش مشكله خالص ان عمر كمال عبد الواحد راجل بقاله كتير ما بيلعبش من بدايه الموسم، وطبيعي ان هو يظهر بالشكل ده، وفي علامات استفهام كتير جدا على عمر كمال اصلا من بدايه الموسم، ودوره ايه وبيعمل ايه وموجود في الفريق ليه. وما عندناش مشكله خالص ان حضرتك المفروض يبقى عندك ان في مشكله عندك في الباكات، محمد هاني مش موجود وما عندكش وفره عدديه في باك يمين ولا في باك شمال. انت حضرتك عندك مباراه متأزمه ومش لاقي لها حل، فانت خلي كريم فؤاد في الباك الشمال زي ما هو، طلع عمر كمال عبد الواحد ونزل حسين الشحات وخليه يبتدي يزيد معاك هجوميا، وخلي تريزيجيه اللي من اول الماتش مش عارف يلعب في مركز مش مركزه، خلي شحات يزيد وتريزيجيه يخش في قلب الملعب، تعمل كثافه عدديه في قلب الهجوم. انما ده مفيش في الكنافه خالص خالص. راح منزل كوكا، واما كريم فؤاد تقريبا من بدايه ان لما ريبيرو ابتدى يلعبه في النادي الاهلي اصلا من مره ثانيه تقريبا كريم فؤاد اختفى، ونبيل كوكا نازل ما بيعملش اي حاجه ولا عارف يعمل اي حاجه، والجناحين اتعطلوا تماما، مفيش اي كلام ولا في اي شغل، لان في ناس كتير بتلعب في مراكز غير مراكزها زي تريزيجيه. انا مش فاهم يعني هو، انا نفسي افهم ريبيرو بيبقى واقف بيعمل ايه على الخط، ده اللي انا عايز افهمه وعايز اوصل له. هو بيبقى واقف بيعمل ايه على الخط؟ ما بحسوش كده بيحاول ان هو يحمس اللعيبه، يحاول يفوق اللعيبه، يحاول يحرك اللعيبه. هو ما عندوش اي رد فعل. وبتخرج جراديشار ليه؟ يعني جراديشار تعب في حمزه عبد الكريم، وليه اصلا بره قائمه المباراه حمزه عبد الكريم؟ حمزه عبد الكريم والله العظيم 3 ممكن يخلص لك ماتش، هو شاب ومن ناشئين بس ممكن يخلص لك الماتش في اي لحظه. انا نفسي افهم ايه الفكره في ان انت عايز تركز مع لعيبه معينه، عايز تطلع تشكيل معين من كم النجوم اللي معاك، بتحاول تحط لعيبه في مراكز مش مراكزها، فمش هيدوك شغل. تريزيجيه عمره ما هيديك شغل في المكان اللي انت كنت حاطه فيه، الراجل كان كل ما بيسقط في نص الملعب بيعمل شغل عالي. انا نفسي في مره يلعب بتريزيجيه مع بن رمضان وديانج ومعاهم تريزيجيه، ويلعب بزيزو بن شرقي شمال ويمين، ويلعب بمحمد شريف بقى او جراديشار ايا كان مين هو في خط الهجوم. تريزيجيه يا جماعه لما بيسقط في نص الملعب بيعمل شغل عالي قوي، بيعرف يسدد. تريزيجيه بيعرف يسدد كويس قوي، تريزيجيه بيعرف يجيب اهداف من بره ال 18 كويس قوي. في تريكات انت ابتديت تستغل بقى الضربات الثابته. الضربات الثابته الوحيده اللي جات لنا في الشوط الاول، يعني كان في شويه حنكشه كده، وزيزو اتلعبها لديانج، وديانج قام مديها لكريم فؤاد، قام كريم فؤاد شاطها في السماء. ايه التريكات دي؟ نفسي افهم. قبل كده لما وسام مشي والله العظيم 3 انا واحد من الناس اللي قلت انا مش زعلان على رحيل وسام قد ما انا زعلان على ان مفيش حد هيلعب ضربات ثابته بشكل كويس في النادي الاهلي. مفيش حد هيفنش باسلوب وسام في الدوري
او مع الاهلي في الدوري المصري او في اي بطوله عامه. يا جماعه يا جماعه، زيزو وسام مهاجم لم ولن يتعوض، ومش هتعرف تعوضه. اللي انت اصلا لقيته بعد سنين السنين بتدور على مهاجم ومش لاقي، جبت وسام ولقيته ربنا كرمك بيه. وسام ما كملش معاك ومشي، وانا من يوم ما مشي ناس كتير قالت في داهيه، وانا واحد من الناس والله اللي قلت في داهيه. بس ما دام هو مش عايز يلعب للاهلي، يعني انا مش قصدنا ان احنا نغلط في لاعب، او ان احنا ما دام لاعب مش عايز يلعب في الاهلي نقصه عليه او نيجي عليه. بالعكس، لا، احنا كل ما في الموضوع ان هو ماشي، انت عايز تمشي مش عايز تكمل في الاهلي، عاجبك العرض اللي جاي لك، فانت شايف ان هو عرض مناسب ليك عن الاهلي، مفيش مشكله. ده كلها حاجات ما فيهاش مشكله خالص. اتكل على الله يا عم وسام. بس كان كل تفكيري مين هيلعب ضربات ثابته، مين هيلعب ضربات ثابته زي ما وسام بيلعب ضربات ثابته، مين هيخطف لك اهداف من هجمات مستحيله زي وسام. محمد شريف نجم كبير ولاعيب كبير ومهاجم تقيل، بس وسام برضو يعني انت في هجمات كتير جدا وسام بيخلصها، بينتشها كده، بينكشها بيجي منها جون. محمد شريف بيعمل نفس القصه بس مش بنفس امكانيات وسام. فما فيش اي حاجه في اي حاجه. وما تخرجش من الفيديو قبل ان تقول سبحان الله، لان اصلا النادي الاهلي النهارده ظهر بحلول فرديه فقط بدون اي شكل يذكر وبدون اي حاجه ترضى عنها في الاداء. بس النتيجه خلاص خيشت معاك. يعني كنا قاعدين مستنيين ربنا يجيبها كده من عنده والكره تمشي معانا وتسلك معانا ويجي هدف. والكره الاخيره اللي بتاعت 4 أرواح ديت اللي اكدت لي بنسبه 100% ان خلاص مفيش اجوان جايه والدنيا خلاص قفلت على كده. عايز ايه من نادي 4 مباريات متتاليين ولا بيسجل ولا بيصنع ولا بيجيب اجوان ولا بيكسب ولا هو 0-0 في ال4 ماتشات في ال4 مباريات. من هنا تكون خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا ليكم والسلام عليكم.